تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمعهد القضائي الفلسطيني بعنوان إنجازات وتجاوز التحديات والتكامل في العلاقات، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس. ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام. يهدف المعهد القضائي إلى بناء وتطوير الكوادر القضائية وأعضاء النيابة العامة وموظفي قطاع العدالة. وخلال هذا المؤتمر نسعى إلى مؤسسة برنامج الدبلوم القضائي وتطويره، والذي سيشكل رافدا أساسيا لتعزيز إمكانيات القضاء والنيابة العامة مستقبلا. هذه المذكرة تم توقيعها مع المدرسة الفرنسية للتدريب القضائي. هي تتضمن التعاون ما بين المعهد القضائي الفلسطيني والمدرسة الوطنية الفرنسية في مجال التدريب القضائي وتبادل الخبرات والاطلاع على تجاربهم والاستفادة من المناهج، سواء خبرات متبادلة فيما بيننا وبينهم. بالتأكيد دائما ما يكون هناك فائدة عظيمة من الاطلاع على تجارب الآخرين ومحاولة تطبيق ما يتلائم مع تقاليدنا وعاداتنا ومجتمعنا وثقافتنا وقوانيننا، لكن هناك أكيد سمات معينة من الممكن أن نستفيد منها لدى الاطلاع على التجارب الأخرى. وهذا كان هدف المؤتمر الأساسي، هو الاطلاع على تجارب الدول الأوروبية والعربية في مجال التدريب القضائي والتدريب الإلكتروني والدبلوم، للوقوف على الممارسات الفضلى لهذه التجارب لتلك الدول ومحاولة توطين هذه التجارب في فلسطين إن شاء الله وفي المعهد القضائي الفلسطيني. أولا جد فخورة وسعيدة بطبيعة الحال لتلبية الدعوة، وجد سعيدة أيضا لأنني سأقدم عرضا حول تجربة المعهد العالي للقضاء. المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية هو مؤسسة عتيدة أحدثت سنة 1962، وسأكون جد سعيدة لمشاركة تجربة المعهد بطبيعة الحال مع إخواني وزملائي من دولة فلسطين، وأيضا إخواني وزملائي من باقي الدول العربية وأيضا من دول أجنبية أخرى. أكيد أنها تجربة ستكون جد غنية، وأكيد أنه أنا أقول دائما أننا كقضاة لم يعد عملنا تقليديا الذي هو الفض في النزاعات الناشئة بين الأطراف، بقدر ما أن أصبح حجم الانتظارات أكبر. فأنا أجزم على أن من خلال أحكامنا نحن نحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، نحن من خلال أحكامنا نحفز على التنمية المستدامة، أيضا نجلب الاستثمار، وكل هذا بطبيعة الحال لا يمكنه أن يكون إلا ببروفايلات لها مستوى علمي وأكاديمي ولا سيما أخلاقي معين، وذلك لن يتأتى إلا بالتكوين الأساسي وأيضا بالتكوين المستمر. أول شيء احنا العلاقات ما بين المعاهد العربية بشكل عام والمعهد الأردني والمعهد الفلسطيني بشكل خاص هي علاقات مميزة ومثمرة. نحن يوجد لدينا تعاون مباشر كمعاهد ما بين المعهد الأردني والمعهد الفلسطيني، ولدينا لقاءات مختلفة، ولا سيما أن المعهد الفلسطيني والمعهد الأردني أيضا هم أعضاء في الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، ونعقد العديد من اللقاءات الوجاهية واللقاءات التي تجرى عن بعد. بمشاركة عربية ودولية تخلل هذا المؤتمر عرض وتحليل لتجارب تلك الدول في تطوير دبلوم الدراسات القضائية ومواكبته للتحديات الحديثة، وتخلله أيضا مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مجال التدريب القضائي مع المدرسة الوطنية الفرنسية بدعم من مشروع مهارات للعدالة الممول من الاتحاد الأوروبي.